إلا الله محمد رسول الله. أولا بالنسبة لهذا الخلط الذي تشير إليه كما تقدم الكلام عليه في تصدير هذا اللقاء، وهو أن مرد الوصف الشرعي في مسألة الغلو إلى الكتاب والسنة ليس إلى الذوق والحس، كذلك أيضا ليس إلى العادات. تجد أيضا إذا كنت تقول مثلا إلا أنا أكثر دول العالم الإسلامي تقول بكشف الوجه، فأكثر دول العالم الإسلامي تبيع الخمر، بما في ذلك بعض الدول الخليجية. هل يعني أن هذا من الأمور المباحة ونحو ذلك؟ كذلك أيضا الزنا بين الطرفين برضاهما، أن هذا من الأمر المشروع حتى نظاما في بعض الدول الإسلامية وفي جل دول العالم. هل يعني ذلك أن هذا من أمر الصواب؟ الحكم في ذلك ورده أن نحكم على بعض التصرفات أنها تصرفات خاطئة، ومرد الحكم الشرعي إلى كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يناكف المفاعل الذي فعل هذا الأمر بإخراجه من الدين، وإنما نقول نوع تقصير وقع في المجتمعات ينبغي أن يصحح ويرجع إلى طريق الحق والهداية. هذه العبارة التي يستعملها كثير من الناس أن أكثر الناس على خطأ وأكثر الناس على خطأ وأنتم على صواب نحو ذلك، هذه بالإمكان أن تستعمل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستعملوها مع النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يأتي هذا الرجل من الجزيرة العربية ويدعو إلى هدم الأوثان، وتصور أن هذا الأمر يدعو إلى شيء ساد بلدان العالم وهي الوثنية، فجاء بحركة التصحيح التي نكفه عليها وقاتل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستعملوا ذات المصطلح. هذا المصطلح الذي يستعمل باستطاعتنا أن نأتي بكثير من التصرفات عامة العالم الإسلامي والانفلات، بل في بعض بلدان المسلمين لا يعني وجود هذا الشيء الصواب. تجد أن كثير من الناس يطلق البصر، تجد كثير من الناس يغتاب ونحو ذلك. هل يعني هذا تصحيح؟ لا، أن نقول أن ولاء الأمة الإسلامية ولاء ولحمة، وثمة أخطاء ينبغي أن تصحح، ومرد ذلك إلى كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام جاءت عنه نصوص، كذلك أمهات المؤمنين، كذلك غير أمهات المؤمنين.